يا رب، قر عيني بكل دعوة فاض بها قلبي، وأفرحني بقدر ما أحسنت الظن بك. اللهم وكلت إليك كل أيامنا وكل أحلامنا، اللهم تولنا. يا رب، حقق لي أمنية باتت في قلبي كل ليلة. يا رب، يا رب، قر عيني بكل دعوة. السلام عليكم يا احلى متابعين مع هدى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل بقى معايا هفه غضضاني، بس انا قطعت الحته اللي تحت عشان الصينيه بتاعتي صغيره، فهنعملها مع بعض وهنشوف الطريقه ازاي. انا هنا اهي قطعتها كده بالسكينه، عملت لها فتحات بالطريقه ديت اهيت علشان لما احط التتبيله بتاعتي تشرب منها وتطعم وتبقى حلو. في ناس بتحط فصوص توم في الفتحات دي، بس انا ما حطيتش. انت لو عايزه تحطي ممكن تحطي ايه في كل فتحه، مثلا فصين توم، فصين صغيرين. هجيب التتبيله بقى. انا معايا هنا الملح، طبعا الملح ايه يعني يكون معتدل عشان ما تبقاش حادقه قوي. لو ملحتيها او قلتي لا ده هتبقى مش متملحه، لا هي هتبقى متملحه وحلو. معايا كمان معلقه فلفل اسود زي ما انتوا شايفين معايا كده، ومعايا كمان ده نص معلقة كركم. انا بحب احط الكركم علشان وحطيت كمان نص معلقة كاري، والكركم بيخلي لونها جميل قوي. وده طبعا زي ما انتوا عارفين ورق اللورة والحبهان، انا بحب اطحنه واحطه ايه على اي تتبيلة بالطريقة دي. وده كمان نص معلقة بابريكا. كل المعالق اللي انا حطيتها صغيرة. وهحط كمان صلصة معلقتين، ادي اول معلقة، برضو معالق صغيرة، معلقتين صغيرين. الصلصة كمان هتديها طعم ولون جميل مع الكركم. هحط بقى ايه يعني نص كوباية زيت، كوباية الشاي يعني، لان انا كمان هضيف سمنة اهي. دي طبعا بتبقى حلوة قوي في العزايم، لو عملتيها كده وحطيتيها في نص السفرة بتبقى جميلة. دي بقى سمنة بقري، هسيحها في الميكروويف عشان احطها على نفس بقية الخلطة اللي انا عاملاها اهي. السمنة دي بتديها طراوة بقى وبتبقى طرية، هي والزيت بيخلوا الفخدة طرية ما تبقاش ناشفة. طبعا التتبيلة دي لما تيجي تتبلي بيها هتخليها ايه من 2 ل3 ساعات بعد ما تتبلي، يعني تتبليها وحطيها في التلاجة 3 ساعات ولا حاجة او ساعتين علشان تشرب من كل التتبيلة دي وتبقى مطعمة وطعمها حلو اهو زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي. هحط بقى التتبيله. بص انا بدخل التتبيله في الفتحات اللي انا عاملاها عشان تطعم بطعم التتبيله وتبقى ايه متطعمه ومتملحه وطعم الفلفل باين فيها وكل التوابل اللي انا حطاها. هعملها كويس قوي بقى، اتبلها حلوه قوي من كل الجهات اهي. تحط كل التتبيله اهي. انا بقى اهي شايفين تبلتها، هي اصلا لونها جميل قبل ما تتحط كمان في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة قوي. لسه كمان لما تطلع من الفرن هتشوفوا لونها وطعمها كمان لما تدوقوا ان شاء الله وتعملوها على خير بإذن الله، هتلاقوها جميلة جدا اهي. انا بقى هنا ايه هجيب ورقة زبدة احطها الاول وبعد كده اغطيها بورق الألمونيوم. انا حطيت ورقة الزبدة لان لو انت حطيتي ورق الألمونيوم على طول، انا عملتها قبل كده فجيت اشيل الورق الألمونيوم راحت الطبقة الاولانية طلعت لزقت، كانت لازقة في ال في ورق الألمونيوم. علشان كده انا حطيت الاول المرة دي ورقة زبدة عشان ورق الزبدة ما بيلزقش
في اي اكل بتعمليه. هقفلها بقى كويس او محكم بقى، علشان دي هحطها في الفرن، فلو في اي فتحة ولا اي مكان مفتوح هتتحرق المكان ده، هيتلسع بقى ويتحرق في الفخدة. والفخدة ديت بتاعت خروف، هي خدت معايا ساعتين بالظبط في الفرن، وكان الفرن عالي، وبعد كده الساعة الأولانية، وبعد كده خليته متوسط. انتي بقى على حسب الفرن بتاعي. اهي انا بقفلها جامد قوي علشان لما ادخلها في الفرن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهي شايفين انا لسه برضو عمالة اقفل فيها اهي. هحطها بقى دلوقتي في الفرن بتاعي، انا مولعه طبعا عشان يبقى سخن اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم بقى بقول لكم يعني اللي هي قفلتها جامد قوي. حطيتها في الشبكة اللي في النص، مش على الأرضية، في الشبكة اللي في النص. اهي انا بقى هنا طلعتها، شوفوا بقى لونها هيبقى شكله تحفة. بصوا بقى لون الكركم بالصلصة لونها تحفة. ده كمان انا عندي الإضاءة مش حلوة، ده لونها احلى من كده، بس انا بصراحة المفروض كنت حطيتها في طبق تقديم او صينية مدورة، بس انا صورت لكم على طول وما حطيتهاش. يا رب تجربوا الوصفة ديت، ودي جميلة قوي لو عندك عزومة بقولك تحطيها في وسط السفرة كده، حاجة مشرفة وحلوة. يعني ممكن تجيبي فخدة بتاعت يعني جدي خروف، على حسب بقى، دي بتاعت خروف. انا بقى بوريكم بص اللحمة بتاعتها عاملة ازاي وحمرة زي اللوز بالظبط. يا رب تجربوها، واتمنى ان انتوا تعملوا لي تعليق، تكتبوا لي تعليق علشان اعرف ان انتوا بتتفرجوا ومنتبهين للقناة، والشير وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.